وسوريا عمل مباراة سهلة جدا. نادي الزمالك بدور تمهيدي تاني في كأس الكونفدرالية ضد فريق من جيبوتي هو أرتا سولار، عملوا منه ملحمة كروية كبيرة جدا، عمل من فريق بطل شعبي، عمل من فريق اللي قصادك ده شهرته من الآخر. مباراة أقل ما يقال عنها إنها تخلص 3 و4 و5، مجموع المباراتين يخلص 6 و7. لكن ده ما يقلش من مجهود اللعيبه اللي حصل في الشوط الثاني، عملوا ملحمه كرويه كبيره، عملوا اداء استثنائي. اما بالنسبه لجمهور نادي الزمالك، جمهور فعلا رمز للوفاء. انا اول حاجه جت في بالي قلت اكيد ما بين الشوطين اول ما اللعيبه تنزل الجمهور هيبدا يشتم في اللعيبه لاعب لاعب، انك انت خسران من فريق متواضع جدا في ملعبه 2-0، وجيت في الشوط الاول في ملعبك تخسر 1-0 بكره. اصلا دونجا بيكسل ان هو يضغط مع اللاعب، يرجع يضغط جامد مع اللاعب، بدا يتحرك اول ما الكره خلاص وصلت اللاعب بيشوطها. اما بقى بالنسبه لفزلكه اوسوريو، الشوط الاول لعب بفتوح مساك ثالث. طبعا نزول اوباما فرق جدا في الشوط الثاني، لكن فتوح بعد تحوله من لاعب مساك ان هو يتحرر اكتر في وسط الملعب، سواء كان لاعب في اوقات جناح شمال او في اوقات كتيره كان بيكون في عمق الملعب، بيدي كميه كي باص كبيره جدا. وبالنسبه له خروج سيف